وجع ساعة ولا كل ساعة؟ الناس بتاعت زمان كانت بتقول كلام جميل قوي. الكلام دوت ايه علاقته بطب الأسنان؟ هقول لكم دلوقتي ايه علاقته بطب الأسنان. احنا خايفين من ايه؟ وليه بنخاف نروح لدكتور الأسنان؟ عشان الوجع اللي هو مدته قد ايه؟ ساعة، ومش هيكمل اكتر من ساعة، وممكن كمان مفيش وجع خالص، لان حقيقي ما عندناش وجع في طب الأسنان. بس احنا بنفضل نستحمل 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 لحد ما تيجي ليلة ما نمناش خالص فيها. الليلة ديت هي اللي بتخلينا نروح لدكتور الأسنان. ليه احنا عملنا في نفسنا كده؟ هي ساعة واحدة هنخلص فيها شغل أسناننا ونرتاح بقية عمرنا. طيب لو عندنا وجع شديد ودلوقتي الدنيا ليل والوقت متأخر، نعمل ايه؟ أول حاجة ناخد أي قرص مسكن ونرفع سماعة التليفون ونكلم الدكتور ونحجز على طول. طب لو الدنيا ليل والدكتور قافل ومفيش دلوقتي كول سنتر يرد، نشوف أي بوكينج نحجز عليه، أو نشوف دكتور عنده أونلاين بوكينج أبليكيشن. ايه اللي بيفيدنا بقى بالاونلاين؟ احنا بنحجز 24 ساعه في اي وقت، على طول نتصل او نحجز على طول اونلاين ونجيب الميعاد المناسب لينا من غير ما نستنى كول سنتر ومن غير ما نستنى الصبح كمان يجي وناخد اول ميعاد. طيب ولو رحنا للدكتور هيعمل ايه؟ غالبا الوجع الشديد قوي ده هيكون علاج عصب او هيكون خلع وزراعه. بعد الشر علينا طبعا من خلع وزراعه، غالبا هيكون علاج عصب. طيب علاج العصب دوت بيتم في قد ايه؟ بيتم في جلسه واحده. طيب وفي وجع ولا لا؟ كل الناس خايفه من كلمه الوجع، كل الناس بتهرب من دكتور الاسنان من الوجع. اطلاقا ما فيش وجع. دلوقتي التكنيكس الحديثه اللي بنبنج بيها ونوع البنج اللي احنا بنتعامل معاه والايد البروفيشنال اللي بتدي بنج، اكيد ما فيش وجع. ولو احنا اهتمينا باسناننا ان شاء الله مش هنوصل للمرحله ديت ابدا. بس حقيقي وجع ساعه ولا كل ساعه.